انتوا عارفين ان انا لما كنت اشوف حد عنده سكر وسايب سكره عالي طول الوقت ونظره بيضعف ورجله بتضعف، كنت اقول هو ازاي عايش كده؟ ازاي بيلخبط في الاكل وهو بالحالة دي؟ ازاي ما بيتحركش قاعد طول اليوم؟ ده عنده السكر، المفروض يهتم بنفسه جدا. ولما كنت اشوف حد عنده ضغط، عنده اي مشكلة وسايب نفسه، كنت اقول لا، غلطان، مش المفروض حد يهمل نفسه بالطريقة دي. لغاية لما رجعت نفسي في فترة اكتشفت اني I'm pointing out thinkers، انا قاعدة بحكم على الناس، وده مش صح. انا مرة كنت في رمضان، كانت الساعة 3 الصبح تقريبا، وحسيت اني عطشانة جدا جدا جدا، وما شربتش لغاية لما ادن الفجر. وحسيت ان انا في اليوم ده في رمضان حقيقي مش قادرة اقاوم العطش لدرجة اني نمت، عشان مش قادرة استحمل احساس رهيب بالعطش. طب ما انا جسمي الساعة 3 الصبح نبهني لان بيحصل جفاف، اشربي علشان انت تاني يوم صيام. انا سمعتش كلام. ومرة رحت المستشفى في الطوارئ، وبعد لما اخدت العلاج وخلصت، فدكتورة بتكلمني بتقولي هو انت عارفة ان الحالة دي موجودة؟ قلت لها اه. قالت طيب اهتمي، الحالة دي لازم تتابعيها، ما ينفعش تهمليها كده. قلت لها تمام. انا ما كانش ليا حق احكم على حد بصراحة. هو في الواقع ايه الحالة دي؟ يعني دي عبارة عن ايه؟ انا اكتشفت حالة ان الواحد ما يبقاش حاسس باحتياجات جسمه، مش مستجيب للاشارات اللي جسمه بيديها له. ده بسبب عدم وجود هدف، مفيش passion، مفيش حاجة الواحد عايش علشانها. ده لا بيحب ينام تحت المكنة. ف عدم وجود هدف، عدم وجود حاجة الواحد عايش علشانها، اللي بيحصل ان هو الجسم بيبتدي يدي اشارات ما بيلاقيش استجابة، فالجسم بيبتدي يشت داون، اللي هو انت مش مستجيب اللي انا بقوله لك، فاين تمام براحتك، بيشت داون. مش بتلاحظوا ان الناس اللي في الوظيفة بيهتموا جدا ان هم يصحوا الصبح بدري علشان يروحوا وظيفتهم، وبعد كده ما يرجعوا ايا كان الانشطة اللي بيعملوها بيهتموا انهم يناموا بدري علشان هيصحوا بدري عشان يروحوا الوظيفة؟ في هدف، في سبب يخليهم يصحوا بدري ويناموا بدري. طول فترة الوظيفة هما تمام. اول ما بيخلصوا الوظيفة ويقعدوا في البيت، لان اي حد بيشتغل موظف لازم هيتقاعد، بيبتدي صحته تتراجع، وفترة التراجع جسمه يبتدي يديله اشارات، وهيخش في حتة ان هو مش هيستجيب للاشارات دي، وهيسيب نفسه على كده، لان خلاص الهدف خلص. الحاجة اللي كان عايش علشانها بيصحى لها بدري وبينام لها بدري مبقتش موجودة. اللي خلاني اركز في الموضوع ده الشفت اللي حصل ما بين لما كنت مش مهتمة باحتياجات جسمي، ودلوقتي وانا بكلمكم بهتم جدا اني اخد بروتين نباتي. بشوف واحدة فوق ال40 محتاجة قد ايه بروتين نباتي لازم يدخل جسمها كل يوم. بهتم اني اخد supplements. فعلا متابعيني بقى. الشفت ده من عدم الاستجابة لمتابعة جسمي كويس قوي والاهتمام بيا كفيزيكال بادي، هو ده اللي خلاني اعمل سيرش في الموضوع. طول ما فيش هدف وحاجة البني ادم عايش علشانها، هيبتدي ما يستجيبش للاشارات اللي جسمه بيديها له، ويبتدي الجسم يعمل شت داون. انا قلت قبل كده ان الموهبة دي بذرة في الروح. اذا طورنا البذرة دي، اولا لازم نلاقي موهبتنا الاول، نعرف ايه اللي المفروض نعمله، الهدف من خلقتنا في الكرة الارضية هي البذرة دي، هو ده السبب. وبعد كده نبتدي نشتغل على الموهبة دي ونطورها، وبعد كده نبتدي نعمل بيها سيرفيس، نساعد الناس ان حياتهم تبقى احسن، نحللهم مشكلة من خلال الموهبة دي. يعني دلوقتي انا في ستودنت مرة اتصلت بيا قالت لي على فكرة انا بدعيلك. كنا في الوقت اللي احنا فيه ده برضو من سنتين تقريبا، كنا في راس السنة، وهي كانت بتحتفل بقى هي وولادها وبيشوفوا هيلبسوا ايه في العيد. ف نزلت بتقولي اخد بس فكرة عن الموجود في السوق.
فلقت ان الاسعار رهيبه وان ميزانيتها ما بقتش تسمح بانها تشتري بالاسعار دي. هي تعرف خلاص تنفذ، انا علمتها ازاي. فبتقول لي انا بدعي لك، انت علمتيني ازاي انفذ اي حاجه انا عايزاها. انا دلوقتي لما بديت اخد الموهبه دي واوظفها لخدمه الناس في الكره الارضيه، هو ده الهدف. بديت بقى اهتم بنفسي، الروح بدات توجهني، الروح بدات تقول لي جسمك محتاج كذا، اهتمي بكذا علشان تقدري تكملي. وجود هدف في الحياه مرتبط بان الواحد يستجيب للاشارات اللي جسمه بيديها له، يهتم بجسمه وبصحته وبشكله. الواحد بقى يهتم ان لازم صحته تبقى كويسه، لازم نفسيته تبقى كويسه. انا مش هقول لكم ان المود طول الوقت هيبقى سليم، مستحيل، لكن في نفس الوقت بديت اتعامل مع نفسي، اشوف انا ايه اللي بيبوظ المود بتاعي. الناس دي مش مناسبه، خلاص مش كويسه على صحتي النفسيه، هو كده. فمش هيبقوا كويسين على الصحه الجسديه، الفيزيكال بادي. ما هي كل حاجه بتبدا بحاله نفسيه مش كويسه وبتقلب بعد كده تخش على الفيزيكال بادي. بديت اهتم بنفسي من كل ناحيه في كل حاجه. المثل المنتشر you cannot pour from an empty cup، ما تقدرش تدلق من إناء أو من كوباية فاضية، لازم أملاني أنا الأول وبعد كده هو ده اللي هيخليني أقدر أساعد الناس. البذرة بتاعة الموهبة لما بتتطور، الروح شخصيا بتتطور، وبعد كده الروح تسيطر وتوجه وتقول لنا المفروض نعمل ايه وما نعملش ايه. واللي بيوصل للمرحلة دي بيبقى واصل لمرحلة من التطور كويسة قوي، مش آخر حاجة، مش أحسن حاجة، مرحلة كويسة من التطور. التطور عمره ما بيخلص، لكن هي مرحلة بصراحة بتخلي الواحد يعيش مرتاح أكتر ويحس بأهميته هو شخصيا. مش غلط إن انتوا تتواصلوا مع جسمكم وتحبوه وتعاملوه أحسن معاملة. جسمكم ده هو اللي وصلكوا لان انتوا تبقوا 40 سنة و50 سنة عايشين جواه. استحمل كتير على فكرة، الجسم ده شاف حاجات كتير، كتر خيره. لازم نبتدي نهتم بيه، احنا عايشين جواه. على رأي جيم رون لما قال انت لو اهملت جسمك الفيزيكال بادي بتاعك هتعيش فين؟ وهي روح بتتخلق جوه الجسم. الروح دي علشان تعمل الخير اللي ربنا خلقها علشانه لازم تعمله من خلال الجسم physical body. فالphysical body لازم يكون سليم وقوي. خلوا بالكم من الإشارات اللي جسمكم بيديها لكم، ولو لاحظتوا نفسكم مش بتهتموا بالإشارات اللي جسمكم بيديها لكم، دي مش حالة خطر على فكرة. دي يعني أنا مش عايزة أقول إن دي من الخطورة بمكان أو حاجة، لا لا لا، هي بس إيه زي ما هو مؤشر، هو مؤشر لان مفيش هدف، لان مفيش passion، لان انتوا بديتوا مفيش حاجة انتوا عايشين علشانها، مفيش حاجة فارقة معاكم، والحالة دي مش كويسة، دي لوحديها مش كويسة. ابدأوا دوروا فين موهبتكم، انتوا بتحبوا ايه، دي حاجة بتاخد وقت، وبعد كده ابتدوا طوروها، وبعد كده اعملوا بيها السيرفيس، حلوا بيها مشاكل، ساعدوا الناس ان حياتها تبقى احسن. هتلاحظوا بعد كده ان انتوا بتتواصلوا مع جسمكم بطريقه كويسه جدا وبتحترموه جدا وبتعاملوه احسن معامله. انا شايفه كده، انا دي تجربتي الشخصيه بصراحه، وده اللي انا بديت اسيرش فيه لما لقيت نفسي بشفت من مرحله فيها denial، كاني ما سمعتش حاجه، كاني ما سمعتش اني عطشانه، كاني ما سمعتش ان جسمي بيقول لي خلي بالك من كذا. فعلا كانت مرحله بايخه قوي. للمرحله اللي انا فيها دلوقتي الشيفت ده هو اللي خلاني اعمل سيرش واوصل للي انا بقوله لكم في الفيديو ده. اتمنى انه يكون مفيد. شكرا وقتكم، شكرا متابعتكم، اتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم بليز لايك اند شير، اعملوا سبسكرايب للشانل وضغطوا النوتيفيكيشن بell. اشوفكم الفيديو الجاي.